مساء الخير على حضراتكم، يا رب تبقوا كلكم بفرحة وبخير وبسعادة على قد ما تقدروا. النهارده أنا عايزة أرجع تاني للفكرة الأساسية لسلسلة رموش عزبة، وهي استخراج فكرة أو أكثر من قصة أو من رواية. النهارده أنا هختار معاكم نوفيلة أو الرواية القصيرة لستيفن سفايخ بعنوان لاعب الشطرنج. وطبعا لمن يعرف سيرة ستيفن سفايخ وهو لاعب كاتب نمساوي، فهذه النوفيلة تعتبر هي آخر نوفيلة قام بكتابتها قبل أن يقوم بالانتحار هو وزوجته أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، وذلك ليأسه الشديد من أن تحرز أو من أن يتم إنقاذ العالم من تحت طائلة أو من تحت يد النازية. تمام، فبالتالي قام بالانتحار هو وزوجته في منتهى الهدوء بتناول بعض العقاقير والخلود للنوم، وبالتالي هم خلدوا للموت الحقيقة ليس للنوم. والفكره ان هو لو كانوا انتظروا سنه واحده او سنتين ربما كانوا شهدوا نهايه النازيه ونهايه هتلر. لكن للاسف في احيان معينه بيستحكم بنا الياس. طبعا انا لا ابادر الانتحار باي شكل من الاشكال، ولكن انا لا استطيع ان احكم على هذين الشخصين، لان في لحظه معينه اكيد في الحرب العالميه الثانيه مع الدمار الكاسح كان لابد للبعض ان يصل لحافه الانهيار. طيب، الفكره يعني او مش الفكره، يعني البلوت الأولية لهذه النوفيلا. وكلمة نوفيلا هي طبعا يعني نقدر نقول كده هي تجمع بين العربية والإنجليزية، لأن هي تصغير لكلمة أو التصغير العربي لكلمة نوفل. فهي رواية قصيرة، ليست قصة قصيرة، وإنما هي أطول من القصة القصيرة وأكثر من الرواية، فبالتالي هي بتصبح رواية قصيرة بنسميها نوفيلا. طيب، بتدور هذه النوفيلا حول مجموعة من الأصدقاء يلتقون بلاعب الشطرنج العالمي الذي حاز على جائزة كبرى في لعبة الشطرنج على متن السفينة، وبيقرروا ان هم يتحدوا في بعض المباريات. والحقيقة أن هذا اللاعب كان شديد الغطرسة وشخص معقد، يعني يكاد يكون عدو للمجتمع. فبالتالي يعني هم طبعا بينهزموا واحد تلو الآخر، وهذا حتى يجدوا شخص راكب غامض غير معروف لاي احد منهم يقوم بالتطوع باخبارهم باستراتيجيه معينه للاعب، وبالفعل استطاعوا، لا اتذكر، اما التعادل مع هذا اللاعب العالمي او هزمه، لا اتذكر ذلك بالتحديد. لكن الفكره الرئيسيه وطبعا بتدور هذه النوفيلا حول قصه هذا الراكب الغامض، وفعلا هي قصه في منتهى الحزن والياس، بتعكس بطبيعه الحال نفسيه وعقليه ستيفن سفايخ خلال هذا الوقت. طيب، انا الفكره اللي انا كنت عايزه اتكلم عنها هي طبعا هي فيها شيء من الحرق طبعا للروايه. هي روايه قصيره جدا، تقريبا حوالي من 50 ل 60 صفحه مش اكتر ولا اقل، فبالتالي انا بدعوكم بشده، خصوصا المهتمين بالحرب العالميه الثانيه ومهتمين بلعبه الشطرنج، ان هم يقراوها. الفكره اللي انا كنت عايز اتكلم عنها ان هناك تنوع شديد مع طبعا تقدم الانسان في حضارته. فاعتقد ان الانسان بقى اصبح قادر على استخدام شتى انواع التعذيب لاخيه الانسان. وبالفعل ان هناك نوع من التعذيب يمكن ان يكون في استبقاء الشخص لشهور ولفتره طويله جدا في غرفه واحده لا يتبدل اثاثها ولا يتبدل اي شيء فيها على الاطلاق، مع روتين حتمي يفقد الانسان بعد بعض الوقت ذكرياته والقدره على التفكير. ومش هقول ان ده حصل لمين بالظبط، لكن هذه الروايه بتجسد هذا النوع من التعذيب بشكل كبير جدا في الوقت الذي نرى هذا الشخص المعرض لهذا التعذيب بيحاول ان هو يستبقي شيء من الانسانيه بداخله من خلال كتاب وجده. هذا الكتاب لا يتحدث عن اي شيء سوى عن استراتيجيات الشطرنج. في محاولة حقيقية لهذا المعذب بيحاول ان هو يستغل وجود هذا الكتاب، بيقرأ هذه الاستراتيجيات يوما في اليوم يعني اكثر من مرة، لدرجة ان هو حفظ هذا الكتاب يعني من جلدته الاولى لجلدته الاخيرة. ليس لديه رقعة شطرنج لكي يطبق هذه الاستراتيجيات، لكن مع ذلك بدأ يخلق نوع من الخيال، ان هو بدأ يلاعب نفسه بنفسه لدرجة الوصول في الاخر لمرحلة من الهوس يعني صار على شفاء الجنون بالمعنى الحرفي للكلمة. فهذه القصة الفكرة اللي أنا عايزة أتكلم عنها زي ما قلت لكم كده، إن كيف يمكن أن يصل التعذيب لبعض الأشخاص بأن هو يكون تعذيب نفسي بيصل بالإنسان لمرحلة الجنون. يعني أعتقد أن هذا الرجل لم يكن ليصل لمرحلة الجنون من مجرد قراءة كتاب، بقدر ما هو وصل إليها بسبب الظروف المحيطة بهذا الكتاب وبقراءته لهذا الكتاب.
بنرى هذا الشخص يعني أصبح محترفا للشطرنج وهو لم يلعب دورة واحدة. وفي النهاية آم، مش هقول ايه اللي حصل، لكن هذا الهوس اوكي اودى بي او كاد ان يودي بحياته بشكل مأساوي. فبالتالي هنا هذا الشخص لم يكن يرى في الشطرنج ان هو مجرد لعبه يتم الاستمتاع بها، وانما هي كانت طوق نجاه لعقله، ولكن في مرحله معينه هي كانت هي ايضا سوف تودي به للهاويه. فستيفن سباير استطاع ان هو ان يلعب على وتر في منتهى القوه، تمام، وهي فكره يعني الوحشيه، وحشيه الانسان وهمجيته في الوصول بشخص معين لان هو لا يجد سوى كتاب وحيد بالصدفه الباحته ويجعله هو ده طوق النجاه، لدرجه ان هذا طوق النجاه اصبح يعني اصبح طوق بيخنقه. ف جعلتني هذه النوفيلا اولا انظر للشطرنج بشكل مختلف، ان هي لعبه في منتهى الخطوره، لانها يعني هي تقريبا هي تكاد تكون اللعبة الوحيدة اللي بتعتمد بشكل كامل على المخ وعلى العقل. هناك كتب ويعني روايات يعني دورات كبيرة مهمة جدا للشطرنج. وبالفعل لو استمعتم أكثر لمثلا سيرة بوبي فيشر، وإزاي مثلا لو أنا متذكرة هو بوبي فيشر إن هو إزاي في لحظة معينة أيضا اعتزل الشطرنج لما شعر أن هذه اللعبة سوف تدمر حياته في لحظة معينة. في لعب الشطرنج هو لا يعيب الشطرنج على الإطلاق، وإنما هو بالعكس، هو يعني فكرة تحويل لعبة جميلة من مجرد إن هي يعني ولعبة ذكاء ولعبة اختبار للقدرات العقلية لكي تصبح طوق نجاة بعد ذلك طوق خانق. فأعتقد هذه الفكرة تحتاج إن احنا يعني ننظر فيها بشكل مختلف. بس فهي دي الفكره اللي بصراحه هذه الفتره، يعني انا قرات هذه النوفيلا منذ بدايه العام، لكن ولم استطع ان اكتب اي مراجعه عليها. ولكن هذه الفكره بالذات هو كيف يمكن لشخص ان يعذب شخص بمجرد ان يستبقيه في غرفه بلا اي تغيير لشهور طويله، سواء يعني يكاد يكون التغيير الوحيد هو الاستجواب، وبالتالي عندما يلقى نفس الاجابه يعيد الى نفس الغرفه، ثم بعد ذلك يعني يجد طوق نجاه. هذا طوق النجاه او طوق النجاه هذا يصبح فيما بعد طوق خانق، يعني يثير الجنون اكثر منه يثير العقل. ف ادعوكم فعلا لقراءه هذه الروايه ومناقشتي فيها، لان هي فعلا يعني اعتقد ان هذه فكره اوليه لي عنها، لكن اعتقد ان انا عندما اعيد قراءتها مره اخرى اعتقد اني ساستخرج المزيد من الافكار. طبعا ده لا ينفي ان هذه النوفيلا كانت بتتحدث عن فتره الحرب العالميه الثانيه ايضا، وان هي كانت بتستعرض نوع من يعني هذا التعذيب قام به مجموعه من الوحوش اللي هم طبعا كانوا اتباع النازيه يعني. بس ايه رايكم؟ اشوفكم باذن الله في فيديو تاني، ومنتظره جدا جدا التعليقات بتاعتكم ومناقشتكم معايا، خصوصا لو حد كان قرأ لستيفن سباير بشكل عام او قرأ هذه النوفيلا بشكل خاص. شكرا.